لو ما شفتش الموسم الاول من حكايه شوفه روح شوف الاول. في الموسم الاول شفنا ازاي شوف فعل هيئته الاسطوريه، وشفنا كمان انتقامه من المعلم هان. فيا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده وشو هيتصرف ازاي؟ تعالوا بينا نكمل باقي الحكايه. بعد ما البنت ياو اعترفت لشو بكل حاجه، بتروح بعد كده عند الشخص اللي عاوز ينتقم من شو. البنت مش جايباها لبره ولسه عاوزه تقتل شو. الشخص ده بيقول لها لو ما كنتش عاوزه تنتقمي من شو فانا ما كنتش هساعدك، ولكن اتمنى المره دي ما تخيبيش امالي. على الجانب الاخر بيكون شو صحى وراح عند جدة شو. الجدة شو وقتها بيسلم عليه وبيقول له جبت لك الاشخاص اللي انت عاوزها اهيت، بس انا مش فاهم انت ليه عاوز العدد الكبير ده من افراد عائلتي. شو بيقول له علشان ننتقم من مدرسه يانج. هو صح دمرناها اخر مره ولكن ده مش كفايه. بيطلع كتاب كده وبيقول له لازم عيلتك تتعلموا قبل ما نهجم عليهم. جدة شو بيشكره هنا ولكن شو بيقول له مفيش داعي. المعلم يوان اول ما فتح الكتاب انصدم، بيعرف ان ده فن قتالي رفيع المستوى. جدة شو هو كمان انصدم وما كانش مصدق ان شو معاه كتاب زي ده. شو بيمشي بعدها وعلى اخر النهار كان ماشي مع صاحبه هنا. صاحبه هنا بيقول له انا مش فاهم انت ازاي لسه بتروح لمدينه تونج برغم انك اهنت افراد جامعه الصين الجنوبيه. شو بيقول له ايه المشكله يعني؟ انا بس رايح اجيب اغراضي. بيقول له حس كده يا عم فانا جاي معاك. بس فجاه اثناء ما هما بيتكلموا بتعترض طريقهم البنت ياو. البنت هالتها متغيره جدا وشو بيقول لها انت لسه بتعملي ايه هنا؟ ما بتردش عليه وهنا استدعت زومبي من كل مكان. شو وقتها بيعرف انها استخدمت احدى التقنيات المحرمه. بيكنسل التقنيه هنا ولما بص لها البنت ياو اختفت. بيكون متضايق جدا ولكن بيلاقي شياو في وشه. بيقول له انت بتعمل ايه هنا؟ شياو بيرد عليه وبيقول انا كنت بشتري لك باب حديدي. هو صح انت عندك واحد ولكنه خشب وغير امن. صاحب شو وقتها بيستهزأ منه وقال له شو انت مصدقه ولا ايه؟ شو فعلا بيصدق شياو. بيقول له تمام ماشي، انا مش عاوز اكون مدلك باي حاجه ولكن خد الكتاب ده مني. شياو بيشكره جدا وشو بيقول له لازم تتعلمه النهارده. بيمشي بعدها وده علشان ما يتاخرش اكتر من كده. بس اول ما ركب العربيه لقى كل اصحابه معاه. الواد ما كانش فاهم حاجه وقال لهم انتوا بتعملوا ايه هنا؟ معلمته بتقول له هنا ان عيلتها موجوده في نفس المدينه اللي هو رايحها. المهم يعني بيوصلوا على الفندق والبنت اللي هو بتكلم شو هنا بتقول له جامعه الصين الجنوبيه بعتت لنا دعوه علشان نقابلهم بكره. شو ما كانش مهتم خالص ولكن البنت شو بتقول له انت جيت هنا ليه؟ بيقول لها علشان في حاجه محتاجها ضروري. بيمشوا بعدها كده وبيوصلوا على احدى البيوت. الباب بينفتح هنا وطلع منه واحد. بيقول له شو امشي من هنا علشان مش هتقدر توفر لي الفلوس اللي محتاجها. شو بيقول له انا جاي اعمل صفقه مش اكتر. انت عارف ان عائله هيو اعلى عائله ملاكمه في جنوب الصين ولكن محدش يعرف ان فن العائله ده تم فقده من زمان. باختصار انا بعرض عليك تقنيات الملاكمه الكامله لعائله هيو. المعلم وقتها انصدم لان محدش يعرف الكلام ده بس الا العائله. بيدخل شو بعدها وبيقول له ايا كان اللي قتله فمش لازم حد يعرف الكلام ده. شو بيقول له ما تقلقش من حاجه. المعلم بعدها بيطلع شظيه كده وشو سيفه بيمتصها. بيقول له الشظيه دي تخصني. بيطلع لبره بعدها وبيقول له استعد علشان اوريك التقنيات دلوقتي. بالفعل شو بيبدا والمعلم كان مصدوم جدا. بتدخل عليهم بنت كده وكانت البنت اللي من جامعه الصين الجنوبيه. البنت اول ما شافت العيال بتقول لهم انتوا بتعملوا ايه هنا؟ بنعرف ان المعلم ده هو جدها. البنت بتقول لجدها انت ازاي دخلتهم؟ احنا بينا وبينهم كراهيه كبيره جدا وايا كان اللي سمعت ليه فما تصدقوش علشان ده كله كذب في الفاضي. شو وقتها بيرد عليها وبيقول لها انا جاي هنا علشان اعمل صفقه. الجد هنا بيهدي شو ولكن حفيدته بتساله بتقول له معقوله يكون هو ده الشخص اللي كنت بتدور عليه؟ بيقول لها ايوه ولكن فجاه بيخش عليهم 4 اشخاص كده. المعلم هيو بيتعصب من اللي عمله وقال له انت جيت هنا ليه؟ جيم بيرد عليه وبيقول له انت ما فقدتش تقنيات الملاكمه الخاصه بعائلتك ولا ايه؟ انا ليه شايف انك بتعلمها للشاب ده؟ المعلم هيو بيقول له مين قال لك انها مفقوده؟ وغير كده لو سمحت لك بالزواج من شيا فانا مش هكون راضي. جيم بيقول له طيب انت اللي جبته لنفسك، لو كنت خطبت شيا فانا كنت هتظاهر بان مفيش اي حاجه حصلت. جيم بعدها بيامر العيال بالهجوم عليهم. شو وقتها بيكلم صحابه وبيقول لهم يلا بينا احنا ملناش اي علاقه باللي بيحصل هنا. بس جيم بيضحك له كده بيقول له حضور لك مش كافي ولا ايه؟ بيقعد يستهزأ من شو هنا ولكن بوم مريح يلا. الكل وقتها انصدم وشو كان واقف ولا هزه حاجه. جيم بيتعصب منه جامد ولكن لما بص فوق انصدم اكتر. لقى سيف ضخم فوق وشو بيكلمه هنا بيقول له حظك حلو عشان ما عنديش نيه لحد النهارده. بيمشي بعدها والبنت شيا كانت واقفه وشايفه ده كله. جين قبل ما يمشي سأل جد شيا وقال له مين الشاب ده؟ شيا في الوقت ده بترد عليه وبتقول له هو ده الطالب الجديد لجدي. جدها وقتها استغرب كده ولكن قال له ايوه. جين بعدها بيمشي ولكن كان متضايق جدا. بيقول في نفسه لو ما كانش الشاب ده ورث تقنيات الملاكمه الكامله فانا هقتلهم كلهم. البنت شيا بعد ما جين مشى بتقول لجدها هنعمل ايه دلوقتي؟ انا من رايي الاحسن نطلب المساعده من الشاب شو ده. بيقول لها ايوه مفيش حل تاني. المهم بنرجع لشو وكان ماشي مع صحابه هنا بس فجاه بيشعر بان حد ماشي وراهم. بيدخلوا في شارع كده والبنت لما بصت انصدمت على اخر. ده اللي هو ازاي عدوا من طريق مسدود يعني؟ بس مره واحده شو بيظهر من وراها بيقول لها انت كنت بتراقبينا ليه؟ البنت فضلت تتوه عن الموضوع ولكن في النهايه بتقول لهم انها اجت علشان تطلب المساعده من شو بيمشي وقال لها انا مش مهتمه اصلا. بس شيا بتقول له انت عارف ان قوه عائله جين كبيره جدا وهم دلوقتي مش هيسيبونا في حالنا بعد اللي احنا عملناه معاهم. شو وقف كده وسالها ايه اللي بتعمله عائله جين في مدينه تونج؟ بتقول له ده علشان عائله جين كبيره وعندهم موهوبين كتير جدا. شو بيقول لها خلاص اتفقنا
انا هساعدك في حوار عائله جين ده. بيوصلوا على مكان كده وكان فيه افراد كتيره من جامعه الصين الجنوبيه. البنت اللي بتكلم شو بتقول له خلي بالك المكان ده يعتبر تجمع لطلاب جامعه الصين الجنوبيه. العيال فعلا بيتلموا على شو ده علشان ينتقموا منه. البنت وقتها كانت واقفه وشايفه اللي بيحصل. شو مره واحده بيطير العيال وبيهجم بسيفه على الشاب ده. بيقول له دورك يلا. بس فجاه عائله جين بتتدخل هنا. الشاب ده وقتها بيطير كلب شو يا ريته ما عمل كده. شو بيهجم عليه في نفس اللحظه وهوب طريق السلامه. شو بعدها بيقف قدام جين وبيقول له شكلك لسه بتدور على موتك. جين بيترعب منه جامد وقال له صدقني مش هعترض طريقك تاني. بالفعل شو بيسيبه يمشي وياه بتضرب عصفورين بحجر. بتقتل جين وقتها وكده يعتبر شو هو اللي قتله. افراد عائله جين بتوصل هنا والشاب ده بيقول له شو انت اللي قتلت جين ولا لا. شو في لمحه عين كان قدامه وقال له احسن لك ابعد عن طريقي. بس الواد بيقول له المفروض اخاف انا كده يعني ولا ايه. شو بيقول له طيب تمام. العيال بيهجموا عليه وقتها ولكن بيقفوا مره واحده. بينقتل واحد ورا التاني واللي كان بيعمل كده هي ست عجوزه. في نفس الوقت ده شو كان جاب اخره وكانوا قدام الشاب ده. بيقول له انت عاوز تموت ولا ايه. انا ما قتلتش حد علشان تتهمني بان اللي قتلت جين. الواد بيقول له ده ازاي كده والكل شافك وانت بتقتل جين. ما لحقش يكمل كلامه وهوب قتله هو كمان. العجوز بعدها بتركز مع شو بتقول له انت مش شايفني واقفه ولا ايه. بتهجم عليه هنا ولكن شو بيعمل معاها الواجب. معلمه شو في الوقت ده بتوصل وراحت تطمن عليه. العجوز بعدها بتكلم شو بتقول له انت قتلت اخويا وعلشان كده استعد لموتك. شو بيتضايق منها جامد وقال لها انا ما قتلتوش ولو كنت مصر على كده فانا هقتلك. العجوز ما بتسمعش له شو بيهجم عليها. بس الغريب انها ما تأذتش باي حاجه. شو بيقول لها بعد عن طريقي والا هقتلك. في اللحظه ديت ياو بتعرف انه كان بيهجم عليها. بتحاول تهرب بسرعه ولكن شو بيمسكها. بيكلم العجوز هنا وبيقول لها انا مش هشرح حاجه واكتشفي ده بنفسك. الشاب ده بعدها بيزعق لشو ولكنه كان ماشي اساسا. الواد بعدها بيقول لسيدته هنعمل ايه دلوقتي. بتقول له ما اعرفش ولكن على اي حال لازم تعرف لي مين هو الشاب ده. يا وقتها ضحكت كده والعجوز استغربت جدا. بتقول هو ايه اللي بيضحك مش فاهمه. يا بترد عليها وبتقول لها انها تعرف شو. على الجانب الاخر بنروح لعند منزل عائله شين. بتعرف شو على عائلتها وكانوا سعداء بيه جدا. والدة شين بتكلمه هنا وبتقول له تعالى ورايا. بتشكره هنا علشان ساعد بنتها في تعزيز مهاراتها. بتقول له كمان انها عرفت اللي حصل بينه وبين عائله جين. بتاكد عليه هنا وبتقول له مش عاوزاك تستهزأ من عائله جين لانها كبيره جدا. شو بيرد عليها بكل ثقه وبيقول لها ما تقلقيش من حاجه. بتقول له بس انت قتلت جين واللي يعتبر ثمره العائله ديت. شو وشه بيقلب كده وبيقول لها انا ما قتلتش جين. على الناحيه الثانيه لما بنرجع لعند ياو بتكون العجوز ماسكاها ونازله ضرب فيها. البنت ياو بتكذب عليها وبتقول لها شو هو اللي قتل اخوكي. ده حتى قبل ما يقتله كان في عداوه بينه وبين اخوكي ولو ما كنتش مصدقه فاسال اللي كانوا معاه. الشاب ده بيجي وبيقول لها ايوه صح هو اللي قتله. العجوز اتعصبت جامد وقالت لهم جهزوا حراسنا علشان نروح لعائله شين. في الوقت ده كان شو عارف ان العجوزه جايه هي وحراسها. شو بيضحك كده وبيقول لهم لو وصلوا هنا فاعتبروهم في عداد الموتى. بيروح لعند الجبل وهناك بيقابلهم. العجوز بتستهزأ منه كده وبتقول له ما تفكرش ان عائله شين هتحميك يعني بس في حاجه عاوزه اوريها لك. يا ترى انت تعرف الاثنين دول ولا ايه. والمفاجاه ان هم البنت شيا وجدها. شو بيتعصب منها جامد وقال لها الحوار ده ما بيني وبينك. بتقول له طيب ومين هيدفع ثمن حياه اخويا. العيال بيهجموا عليه هنا ولكن تفتكروا شو هيحصل له حاجه. معلم ليه وقتها اتدخل هنا والكل انصدم. بيكلم شو بعدها وبيقول له لو ما كناش وصلنا لو كنت ميت من زمان. المعلم باي وقتها بيكلم شو بيقول له انت ناوي تقتلهم كلهم ولا ايه. شو بيقول له ايوه وهتشوف ده دلوقتي. بيستخدم سيفه هنا واول اتنين هجموا عليه طريق السلامه انتو. ما حدش كان مصدق الهجوم اللي شو عمله. شو بينزل عليهم بكل غباء وما حدش كان لاحق يشوفه. ده المعلمين بنفسهم بداوا يخافوا منه. شو خلص عليهم كلهم وبعدها راح لعند ياو. بيقول لها بكل غضب مين اللي قتل جين. البنت بتخاف على الاخر وبتقول له انا اللي قتلت جين. العجوز اول ما سمعت كده انصدمت على الاخر. ده اللي هو ازاي غفلتيني كده. شو بعدها بيفضل يعذب فيها والبنت جابت اخرها خلاص. بتقول له هنا مش عاوز اموت. وشو بيقول لها يلا غوري. بس هو الموضوع هينتهي بالسهوله دي ولا ايه. يا وقتها مسكت البنت شو قالت له هتستسلم بقى ولا ايه. بيقول لها ده في احلامك والبنت اتعصبت اكتر. لسه هتهجم على البنت شو ولكن شو انقذها. بيطلع سيفه هنا وبم رزعها واحده جابت اجلها. العجوز اول ما شافت كده بتقول انا هعمل ايه دلوقتي. ولكن في الوقت ده بيتدخل تلميذ المعلم باي. بيقول لهم طالما سوء الفهم ده تم حله فليه ما نصفيش الكراهيه اللي بين شو وعائله جين. شو وقتها رد عليه وقال له انت فاكر نفسك مين يلا. يا في الوقت ده بتكلم العجوز اللي وراها وبتقول لها انسى العداوه اللي بيننا ويلا نقتل شو قبل ما هو اللي يعمل فينا كده. بالفعل هما الاثنين بيتعاونوا وبيبداوا بالهجوم على شو. بس شو كان واقف ومش همه اي حاجه. الوقت في اقل من الثانيه كان ورا العجوز بوم قتلها في مكانها. البنت يا بعدها بتقول له انت ما قتلتنيش ليه. انا كنت متاكده انك مش هتقدر تقتلني وده علشان انت ضعيف جدا. في اللحظه دي شو بيضحك والبنت انصدمت كده. لقيت قلبها متدمر وما كانتش فاهمه ايه اللي حصل. شو بيقول لها انت فاكره نفسك مين. انا ما كنتش عاوزه اقتلك علشان ما لطخش سيفي بدمك. البنت يا ضحكت كده قبل ما تموت وقالت له هلعنك قريب. شو كان واقف كده وقال لها انا مستعد لاي حاجه. بس المعلم باي كان شايف اللي حصل وما كانش عاجبه الوضع نهائي. ده كمان بيفكر في انه يقتل شو. يا الهي. وبس كده يا بطل لحد هنا بينتهي الفيديو بتاعنا. فيا ترى ايه اللي هيحصل بعد ما الشخص ده عرف ان ياو تم قتلها. استنونا بالحلقات القادمه من حكايه شو. مستني منك بقى لايك
لايكك الجميل وكومنتك في التعليقات علشان اعرف ان الحكايه عجبتك ولا لا، وما تنساش تصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه، واشوفكم بخير في فيديو جديد. سلام.